بتكبري في السن وخايفة من علامات تقدم العمر، من خطوط وتجاعيد وبهتان وترهل في البشرة، منتج واحد بس لو حافظتي عليه هيحميكي من التوتر ده نهائي. المنتج ده هو الهالورونيك اسيد او المارين كولاجين. ده من اهم الخطوات الترطيب اللي لازم تحافظي بيها على بشرتك، او اقوى نوع ترطيب ممكن تحطيه على بشرتك. هيحفظ الجلد من الجفاف، هيحفظه من ان تظهر فيه خطوط بشكل واضح جدا، تخلي الخطوط دي تقلب لتجاعيد عميقة تبقى باينة جدا. هيحافظ على مرونة الجلد وعلى نعومته وعلى طراوته. سيرم الهيرونيك او المارين كولاجين، خلي بالك المارين كولاجين اللي هو الكولاجين البحري، مش الكولاجين العادي، لان الكولاجين العادي مش هتمتصه الجلد، مش هيمتصه خالص لانه جزيئاته كبيره فمش هيفيد بشرتك بحاجه. فسواء الهيرونيك او المارين كولاجين من الحاجات المهمه جدا اللي لازم تحافظي عليها باستمرار، تبقى موجوده على بشرتك سواء في الصيف او في الشتاء مره او مرتين في اليوم. للأسف ان منتجات الهالورونيك والكولاجين مش منتجات علاجية، وتأثيرها ما بيبقاش دائم، هو تأثيرها بيبقى مؤقت لمدة كام ساعة، ولو انت بتستعمليه لفترة طويلة بعد ما توقفي المنتج هيقعد الجلد محتفظ بالمرونة وبشكله لمدة كام يوم بس، وبعد كده هيرجع تاني. ولكن وجودها مهم جدا للحفاظ على ترطيب الجلد علشان ما يحصلش فيه جفاف. بيحفز انتاج الكولاجين، بيحفز الجلد ان هو ينتج كولاجين، فبالتالي بيبقى باستمرار شكل الجلد مترطب وحلو وجميل. فهو ده. وكنت كلمتكم من فترة على منتج اسمه ايفرياس، وقلت لكم ان انا استعملته فترة وكان حلو جدا، من الحاجات اللي بترطب الجلد جدا وبتدي الجلد كده شكل مرونة وبيبقى بلامبي وملمس الجلد بيبقى حلو قوي، ولكن تأثيره مؤقت. منتج زي ده بالظبط كده انا استعملته بقالي فترة وعطى نفس التأثير، وهو منتج أليجن. السيرم ده من الحاجات الحلوة جدا، انا استعملته بقالي فترة. فيه برضو مارين كولاجين وفيه بيبتايد وفيه هيرونيك اسيد، من المكونات بتاعته حلوة جدا وتحفة على الجلد. انا بقالي اسبوعين تقريبا استعملته، بقالي اسبوعين. ادي دي العبوة اللي انا كنت بستعملها، هي قربت تخلص وجبت واحدة تانية، يعني بقالي بتاع مثلا اسبوعين او داخله في 3 اسابيع. بستعمله مرتين في اليوم، مره الصبح ومره بالليل على بشره منديه، وانا بندي بشرتي بميه ورد، وبعد كده بحط السيروم ده عليها، وبعد ما يمتصوا الجلد بحط المرطب بتاعي. حلو جدا، بيدي تأثير بلامبي للجلد، وبتلاقي كده وشك مترطب وملبس الجلد ناعم. بحطه على الشفايف، بيدي كده توريد للشفايف حلو قوي. ولكن زي ما بقول لكم، هي حاجات الكولاجين وحاجات الهيرونيك دي كلها بتبقى تأثيرها مؤقت، يعني بيقعد كام ساعة كده على الوش، ولكن ممكن مع الاستمرار. انا الحقيقة ما استمرتش عليه لسه، يعني لسه ما كملتش فيه وقت طويل عشان اقول لكم هو مع الاستمرار بيدي تأثير دائم ولا لا، ولكن هو لحد دلوقتي عاطي ملمس الجلد شكل حلو قوي. كمان تقدري تحطيه تحت عينك، برضو تأثيره حلو تحت العين. انا كنت بستعمل كريم العين، وبعد بستنى كده مثلا 10 دقايق الجلد يمتصه، وبعد كده بندي بنقطة مية ورد حوالين عيني، وبعدين بحط السيرم الكولاجين ده. بيدي تأثير حلو، ما حصلش اي تحسس منه خالص. انا مش كل المنتجات بتنفع حوالين عينيا لان انا عيني حساسه جدا، لكن ده ما عملش اي تحسس وادى تأثير حلو برضو. بس حطي على العظمه اللي تحت العين، ما تحطوهوش على الجفن كله، حطي على حته صغيره على العظمه بس. تقدري كمان تستعمليه لو انت بتعملي ديرما بين في وشك، حلو قوي. تقدري تستعمليه في جلسات الديرما بين، هيديكي برضو مرونه كده للجلد وهيديكي تأثير حلو جدا. ريحته حلوه قوي على فكره، من الحاجات اللي عجبتني قوي ومميزه المنتج ده بالنسبه لي، ان ريحته حلوه كده وهاديه، وبتدي تحسي كده انك مرتاحه نفسيا كده وانت حطاه. من الخطوات المهمة جدا وانت بتحطي اي سيرم هيرونيك او مارين كولاجين، انك لازم تحطي مية تندي بشرتك. عشان كده انا بقولك حطي مية ورد، لان عشان بشرتك تستفيد بقدر الامكان، لان الهيالورونيك او المارين كولاجين بيحبس الرطوبة في الجلد، عشان كده بيديله المنظر المرونة واللمعان، واللي هي بتبقى تنفيخة خفيفة كده كأنه منفوخ شوية كده.
فلازم يكون في حاجة رطبة على البشرة، مية ورد. شوفي بقى مية، بس ما تحطيش مية من الحنفية، حطي مية معدنية او مية مقطرة علشان الاملاح اللي في مية الحنفية ما تبوظلكيش وشك. فدي خطوة مهمة جدا، لو ما عملتهاش السيروم هيفرول على بشرتك وكأنك ما عملتيش حاجة ومش هتستفيدي منه خالص. احنا في فصل الشتاء دلوقتي، وده فرصة لإصلاح البشرة من أي حاجة دمرها لنا الصيف، من شمس الصيف ومية البحر والبول والرطوبة اللي بيبقى فيها فصل الصيف. فأي حاجة بوظت بشرتنا الشتاء، الجو بتاعه الهادي، الشمس اللي متبقاش حامية في الشتاء، من الحاجات العوامل اللي هتساعدك انك تصلحي بشرتك، وهتخلي اي حاجة انت بتحطيها على البشرة تستفيد بيها بهدوء كده وراحة شديدة جدا. سيرامات الفيتامين سي والريتينول من الحاجات المهمة جدا برضو، ولكن انا ممكن استغنى عن واحد منهم واشتغل بالتاني لفترة معينة وارجع تاني. يعني ممكن اشتغل بفيتامين سي واشتغل، اوقف فيتامين سي واشتغل بريتينول لفترة معينة وبعد كده اعكس. ولكن المنتج الهيلورونيك او الكولاجين او المارين كولاجين من الحاجات اللي انا ما ينفعش اوقفها نهائي، ولازم افضل مستمرية عليها على طول. بس كده، اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. اشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله.